واهلا بيكم معانا في قناه عبقريين تك. بما ان دي اشهر ساعه موجوده دلوقتي الاكس 9 الترا 2، طلب مني اعمل لها فيديو طريقه تشغيلها وربطها بالموبايل. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. الساعه دي بتشتغل ببرنامج الوير فيت برو. الابلكيشن ده بيشتغل على الاندرويد والايفون، مفيش اي مشكله خالص، وده من البرامج الكويسه جدا والسهله والسلسه جدا في الاستخدام. هقول لك دلوقتي على خطوات وطريقه بسيطه جدا لربط الساعه دي باي موبايل، والخطوات دي ثابته لو انت معاك موبايل اندرويد او ايفون. الخطوات دي بتتقسم لجزئين، جزء عن طريق الابلكيشن وجزء عن طريق البلوتوث. على قد ما هي سهله على قد ما انت لازم تركز كويس قوي عشان تاخد كل التفاصيل من الساعه والابلكيشن. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هننزل الابلكيشن اللي هو الوير فيت برو على اي موبايل بقى اندرويد او ايفون. هنيجي متجر جوجل وهنكتب وير فيت برو، انت كده الابلكيشن هننزله على الموبايل وهنعمل له فتح. اثناء ما الابلكيشن هيفتح معانا هنيجي على الساعه ونعمل الخطوه المهمه دي ونتاكد ان البلوتوث شغال. بص هنا البلوتوث لونه رمادي، لازم نشغله وان يبقى لونه ازرق. فضل تكون الساعه مشحونه شويه عن كده. زي ما انتم شايفين كده الابلكيشن هنيجي في الواجهه على كلمه معدات، بعد كده هنختار اضف جهاز. هيقول لك افتح الجي بي اس عشان خاطر يحدد الساعه. نرجع تاني باك ندوس تاني اضف جهاز، هيقول لك شغل البلوتوث. اذا لازم نشغل الجي بي اس والبلوتوث على الموبايل. بعد كده ندوس تاني اضف جهاز، هيبتدي يعمل مسح للاجهزه. ظهر معايا هنا الساعه وتحتها رقم صغير كده اسمه الماك ادرس. لو انا عندي اكتر من ساعه او مش عارف انهي واحده فيهم، هدخل على السيتنج وعالمي وحول هذه الاله هنلاقي الاسم اكس 9 الترا 2 وعنوان البلوتوث اللي هو اخره اي بي واقول سي اي 1. هي دي الساعه. لو برضو الساعه ما ظهرتش هلاقي كلمه مسح، وهاجي هنا في نفس الاعدادات برضو التوصيل بالهاتف، هنا الرمز كيو ار كود، وهعمل مسح للكيو ار كود واربط الساعه على طول. ده في حاله ان الساعه ما ظهرتش. حاله ان انا عندي اكتر من ساعه في البيت، لكن هنا الحاله دي عندي ساعه واحده بس، هدوس كلمه ربط. بص هنا ظهر معايا ايه، هدوس ربط كده عملت اقتران خلاص تمت بنجاح. هدوس تنفيذ. ركز بقى معايا الابلكيشن اوتوماتيك هيحولك على الاشعارات، ولكن الاشعارات دي مبدئيا في الاول بس، لسه هندخل على بقيه الاشعارات. هنا بيقول لك ان التطبيق ده لازم يكون شغال في الخلفيه وما يفصلش، لانه لو فصل مش هيجيب لك اشعارات على الساعه. التطبيق ده هو عباره عن كوبري ياخد الاشعارات من عندك على الموبايل يديها للساعه، فاذا التطبيق ده لو فصل مش هيبقى فيه اشعارات او اي حاجه على الساعه. فهو هنا بيقول لك كل تليفون ليه طريقه، فانت بتظهر الاعدادات ويقول لك تعمل ايه بالظبط. هنا اهي عمل كونكت والساعه متصل. طيب انا لو جيت اتصل دلوقتي من الساعه وانا ربطتها بس بالابلكيشن، بص طب انا كده ربطتها ازاي؟ لازم تربط بقى الخطوه المهمه البلوتوث. هنسحب الستاره وندخل على البلوتوث وهنعمل بحث عن الاجهزه المتاحه. لازم يظهر لنا هنا البلوتوث بتاع الساعه، لو ما ظهرش يبقى البلوتوث مقفول، ودي الخطوه اللي انا قلت لك عليها، لازم يكون باللون الازرق. هيظهر معانا اكس 9 الترا 2 كول. لازم كول دي مش اللي هي الاكس 9 الترا 2 اللي هي العاديه، لا كول اللي هي المكالمات. هندخل على السهم ده وعلامه الاي وهنفعل جهات الاتصال عشان اي حد يتصل بينا من غير ما نسجله على الابلكيشن يظهر لنا اسمه على الساعه لما يرن عليه. خلاص لو ما فعلتهاش مش هتشتغل معانا. هنا مستوى الصوت يعني بيحسن جوده الصوت اللي طالعه من البلوتوث على الساعه نفسها، صوت الساعه يعني. الوسائط لو انا مش عايز اشغل موسيقى والصوت يطلع من الساعه بقفلها، ولو انا مش عايز اتكلم اصلا من الساعه، عايز بس اشوف مين بيكلمني وارد من التليفون، هقفل مكالمات الهاتف. ده كده بالنسبه للبلوتوث، ودي خطوه مهمه جدا 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 جدا. نرجع بقى للابلكيشن وهندخل على حته مهمه جدا هي التنبيه. التنبيه ده غير اللي ظهر لنا في الاول. هنا بقى هيفتح معانا زي ما انتم شايفين كده بقى كل حاجه. هنا الشات جي بي تي افعاله، المكالمات الهاتف، تاني برضو هنا اللي هي الاشعارات يعني، خدمات الرسائل والواتساب، كل البرامج اللي عندك، الوير فيت برو، كل الكلام ده لازم افعلها. طب لو ما ظهرتش معايا الحاجات ديت يبقى انا عملت حاجه غلط. او كمان في خطوه بتظهر معانا في بعض الموبايلات ان هو يقول لك ادي صلاحيه للبرنامج ده ان هو ياخد الاشعارات ويعملها. طب الكلام ده ما ظهرش عندي. هاجي بره كده على الابلكيشن وادوس عليه ضغطه طويله، ادوس معلومات التطبيق وهاجي على اذونات التطبيق وادي له اذن بقى بالكاميرا، الوسائط، الكلام ده كله، والجي بي اس، واهم حاجه الميكروفون عشان خاطر لما اجي استخدم شات جي بي تي او اي حاجه خاصه بيه. بعد كده هاجي على الاشعارات وهقول له عرض الاشعارات وتمكين الاشعارات وتمكين الصوت، وفعل كل الاشعارات دي لو لقيتها مش متفعله. دي خطوه برضو مهمه جدا اللي هي الاشعارات. كده انا ظبطت الدنيا في الابلكيشن. ارجع على الابلكيشن اشوف اي برنامج انا مش محتاج ان هو يجي لي اشعار من عليه والغيه، لكن هم كده متفعلين. هنا سوق التطبيقات اقدر انزل بقى الجي بي اس. الجي بي اس ده في حاله ان انا حد تاني معانا ساعه بتستخدم الوير فيت برو، مش الاكس 9 الترا بس هي اللي بتستخدم الوير فيت برو، في ساعات كتير. الحاله دي هعمل تركيب وهشير اللوكيشن بتاعي للشخص التاني بحيث يعرف مكاني فين. وهنا نسبة السكر في الدم، ادوس تركيب كده هتنزل على الساعة من غير اي مشاكل زي ما احنا شايفين كده.
وهاجي الاقيه فتح اصلا على الابلكيشن اللي انا نزلته اللي هو سكر الدم. خلاص الموضوع بسيط جدا. اشوف الابلكيشنات اللي انا عايزها. طيب لو حبيت ان انا اغير خلفيه بصوره من صوري، هدوس على سوق السمات اللي احنا شايفينه ده كده. دي كده الخلفيات اغلبها برضو مجانا. لو انا حبيت اعدل بقى حاجه معينه، في بعض الموبايلات ما بيظهرش غير النقطه الحمراء دي، ولو ايفون هيظهر معاك الاسامي عادي. لكن بص كده، شفت الحته الفاضيه البيضاء اللي فوق دي؟ هنا لو دخلت هنا طلب الالبوم ده، اقدر اغير صوره من تليفوني بقى. اختار من هنا الاسلوب واغير مكان الساعه بقى زي ما انا عايز، وبعد كده ادوس تركيب هتنزل على الساعه. يبقى انا عرفت ازاي اغير الخلفيه من الابلكيشن. الخلفيات اللي انا عايزها كلها موجوده، او صوره من تليفوني. هنا بقى هندخل على اعدادات اخرى. هقدر اغير الوقت من 12 ساعه ل 24 ساعه، كده بقى 12 ساعه. الاكثر شيوعا شايف دي، هدخل عليها كده هيفتح معايا جهات الاتصال المفضله. دي اللي هتظهر معايا في سجل المكالمات على الساعه زي ما احنا شايفين كده. ندخل على السجل اللي هتظهر معايا هنا بقى. حد انا بتصل بيه بشكل مستمر، اقدر اضيف كل الارقام اللي انا عايزها واتصل بيه على طول. لكن انا قلت لك في الاول دي، لو حد اتصل بيك انت محتاج تعرف هو مين، لان انت مش عارف هو مين، هترد على اي رقم كده. تعالى بقى نجرب برضو الاتصال تاني 01000. بص كده بيتصل عادي عكس المره الاولانيه. وبعد كده هتلاقي بطاقات العمل. اقدر بقى ادخل على كيو او وي شات واعمل QR كود، وهو هنا بيقول لي اعمل ازاي الQR كود واوصل له ازاي، وبعد كده ادوس له ملزمه واقدر استخدم دي من خلال الساعه بمنتهى البساطه. تقارير الطقس، عايز بقى درجه الحراره بالكام، وتقارير الطقس تفعلها او لا. تذكير صحي بقى، والمحفظه برضو دي نفس القصه بتاعت اللي فاتت، ان انت بتعمل QR كود، وبيقول لك برضو الخطوات ازاي تفتحه وتضيف الQR كود كده. بص من هنا كده معرض الصور، يعني QR كود خاص بيك في طرق الدفع اللي هي العلي باي والبي بال والكلام ده كله. عندك هنا التقاط الصور. الساعه هتشتغل معاك كريموت لكاميرا الموبايل كده. بص صورت ازاي. وبعد كده حزمه البطاقات اللي هي البطاقات اللي فيها خاصيه NFC. هتدخل البطاقه، بص NFC مثلا، ويقول لك ازاي يعني، وتدوس على قرارات الشروط وتعملها. خطوات بسيطه جدا تمشي معاها، مش محتاج ان احنا ندخل في تفاصيل. هنا بقى لو انت عندك سكادول او حاجات معينه انت بتضيفها في يوم معين انت عايز يعمل لك تذكير والكلام ده كله. اخر واهم حاجه ترقيه البرامج. لو في ابديت نزل هينزل هنا. طيب حاجه كمان مهمه جدا، لو انا معايا الساعه دي، وزي ما انتم عارفين ان الساعه دي فيها كلمه مرور. انا مثلا عملت باسورد اهو، عملت اي رقم صح ومش فاكره، عايز اعمل ريسيت للباسورد ده، وانا رابط الساعه كده اهو فوق بالابلكيشن. انزل هنا على ريسيت فيكتور او اعاده ضبط مصنع، واعمل لها اعاده ضبط مصنع، يشيل لي الباسورد وهيعمل الساعه كاني لسه جايبها جديده. وهعيد نفس الخطوات دي في ربط الساعه بالموبايل، ده في حاله ان انا عملت ريسيت. لكن الخطوات دي اللي احنا عملناها دلوقتي بتتعمل مره واحده بس لو انت ما عملتش ريسيت، ومش هتفضل تعملها على طول، يعني هي مره واحده. وكل ما تستخدم الساعه تعمل كونكت عادي مع الساعه. في ناس طبعا بتسال ليه الساعه او الكونكت بيفصل بلوتوث. فوق هنا كده مثلا بيفصل بلوتوث بينه وبين الموبايل، بيفصل في فتره انت مش بتستخدمه عشان يحافظ على البطاريه للساعه والابلكيشن. دي حاجه موجوده في الابلكيشن وفي الساعه. واول ما هيجي لك مكالمه هتلاقي تلقائي عمل كونكت بلوتوث. يعني الناس ما تقلقش من الحته دي. باي موديل ساعه، انا ما بتكلمش على نوع معين. بالشكل ده اكون وريتك ازاي تربط الساعه بشكل صحيح باي موبايل اندرويد او ايفون. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد.